كونيتشوا ميناسان، اهلا بيكم في فيديو جديد. معانا شخصية جديدة النهاردة، حابين نعرفكم حل لمشكلة برنامج فيتيوب ستوديو. ممكن يكون في كاركتر تقيل عليا، الكاركتر مش عايز ان انا استخدم كاركتر اوريدي كانت موجودة قبل كده، فانا عايز اعمل واحدة من البداية، فمش برنامج اقدر اني اعمل بيه او اسس بيه الكاركتر بتاعتي وفي نفس الوقت احرك في نفس التطبيق. يعني انا مش عايز احمل ابلكيشن لده وابلكيشن، لا انا عايز واحد يعمل كله سوا. فهو البرنامج اللي احنا فاتحينه حاليا اسمه فيتيوبر كيت. اسمه ايه تاني؟ فيتيوبر كيت. هنحمله عادي من على جوجل. اول ما تكتب فيتيوبر كيت فري داونلود هيجيلك اول لينك على طول، ادخل عليه وحمله. التحميل بتاعه مش صعب ابدا، مساحته تقريبا 100 حاجه و70 ميجا. مميزاته ان هو فيه انك تبني الكاركتر بتاعتك من البدايه وفي نفس الوقت بتحركها، يعني انت مش محتاج اي برامج تانية، هما الاتنين دول بس. والتحريك بتاعه سلس جدا، يعني يمكن هو افضل من فيتيوبر اللي هو فيتيوب ستوديو الخاص بالبي سي. طيب التحكم بتاعه بيكون ازاي؟ انت بيجيلك الكاركتر من البدايه، بتكون يعني ايه، يعني ابيض خالص مفيش فيها اي حاجه. انت بقى بتبدا من الاعدادات، تبدا انك تغير شعرها من هنا. يعني مثلا انا بغير شعرها كده، وانواع تانية من شعرها لو انا عايزاه الغرة اللي قدام تبقى قصيرة اكتر. وهنا الشعر الباقي لو انا عايز شعرها يبقى شكله كده. باقي الشعر هنا اهو شعرها يبقى طويل مثلا، الكاركتر بالشكل ده. وتبدأ انك تغير بقى حاجة حاجة. هنا العينين اهي، اول ما تفتح الابليكيشن على طول تغير شكل الحواجب بتاعتها مثلا وليكن كده، وتغير الفم بتاعها وليكن انت عايزه كده او عايزه شبه الارنب، عايزه يبقى ليها اسنان زي الشريره او تبقى زي شخصيات الانمي كده، او تبقى مربعه، او البق الصغنون ده يفضل يعني يكون بقها صغنن خالص كده زي شخصيات الانمي. وكذلك الاوتفيت اللي موجود هنا بتاع رجليها، احنا كبرنا كده او عملنا كده الرجلين بتاعتها اهي. ممكن نغير كل حاجه. انا حبيت ده الشكل بتاعها ده. بالماوس بالرولة بتاعته بقدر ان اكبر حجمها واصغره، وبالكليك يمين اقدر ان انا اوديها يمين وشمال عادي. طيب هي بتلقط الكاميرا معايا ازاي؟ هي ازاي شغالة كده وبتتحرك بسهولة؟ انا بمجرد ما شغلت برنامج اي في كام قام لقط معايا ابلكيشن فيتيوبر كات على طول. يعني اول ما فتحت اي في كام على طول هو ايه، لقط مني على طول. فانا ما احتجتش ان انا اظبط اعدادات الكاميرا. طيب لو انا عايز اظبط اعدادات الكاميرا بعمل ايه؟ بيجي من ناحيه الشمال اللي موجوده هنا دي، واضغط على الكاميرا اللي موجوده دي واختار اي في كام اللي هي دي اول واحده، اي في كام. ساعتها هو هنا هيبص عليا ويبقى شايف الكاميرا. المميز فيها ان فتحه بقها مش بتفتح الا لما اكون بتكلم. يعني انا لو سكت حاليا هي سكتت معايا صح. المشكله بقى في فيتيوب ستوديو ان حتى لما انا بسكت بيكون البق لسه بيتحرك. حساسيه فيتيوبر كيت مميزه جدا جدا جدا، يعني فوق ما تتخيل. انا وقفت اهو، وقفت معايا. شوف الرمش في العينين وحتى كل حاجه معايا. يعني انا حاسه بجد ان هي مميزه جدا يعني. طيب الكاركتر بتاعتنا احنا بنأسسها من البداية وفي نفس الوقت بنحركها. طب احنا لو عايزين نسجل بنعمل ايه؟ احنا لما نيجي نسجل بنحدد في التسجيل ادي المربع بتاع التسجيل اللي بنحدده، وبنبدأ ان احنا ايه، نقصه في المونتاج بتاع الفيديو، يبقى هو ده الكاركتر بتاعتنا. طيب هو اصلا البتاع ده مصمم ان هو يتربط، عشان مثلا لو انا عايزه اغير الباك جراوند ممكن اغير الباك جراوند تبقى الوان من هنا اهي، تبقى الوان بس من ورا بس اهو. وده الكاركتر بتاعتي لو انا مثلا عملت بيها محتوى كده اغير الباك جراوند الوان. لكن انت لو عايز تغير لها تبقى صورة، لا انت بتحتاج بقى تستخدم ايه، برنامج اي بي اس او بي اس اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده، عشان نخلي الباك جراوند مختلفة. وده بنربطه بيه بقى عن طريق ان احنا نعمل ستريمينج من عليه. ده حوار تاني بقى نتكلم عليه بعدين، ولكن حتى على الاقل احنا ممكن نستخدم الباك جراوند اللي بتبقى ليها الوان عادية مع الكاركتر بتاعتنا، ونبدأ بيه كمحتوى بسيط وسيمبل. والكاركتر يعني ما شاء الله عليها كويسة. انت عايز تحريك اكتر من كده ايه؟ هي كل الفكرة بس الايدين مش شغالة، لان عايزة هوكي، يعني بيبقى هوكي يبقى فيه جهاز كده بتوصل بالبي سي بتاعك عشان يخلي الايدين ان هي تبدا تتحرك، انها تتبع الايدين. فالبرنامج ده مش موجود او الجهاز ده مش موجود، مش مشكله يعني، احنا لحد كده الموضوع كويس يعني مش فيه مشكله. طيب باقي التعديلات بقى انت بتعملها بنفسك. ممكن اغير
حاجة من هنا، ممكن البسها نضارة، ممكن احط لها ودان بزيادة، ممكن احط لها زي القطة كده فيونكة، ممكن تعمل كل التعديلات دي، بس انا مش عايزة كل ده ومش عايزة دول، انا سايبة كده كده، هي بسيطة وسيمبل يعني. فعشان حنين كانت كلمتنا على التليجرام من شوية، كانت قالت ان هي عايزة شخصية قطة، ويمكن مفيش ولا شخصية كانت عايزاها، فاحنا بنعمل لك الفيديو ده يا حنين عشان الشخصية دي أتمنى إن هي تروق ليكي وتكون مناسبة ليكي، يعني تقدري إنك تعمليها بمنتهى البساطة باستخدام برنامج فيتيوبر كات. يبقى أنا مش محتاج إن أنا أحمل برنامج لعمل الديزاين أو بتاع التحريك، هو كله في برنامج واحد. نلتقي في فيديو قادم بإذن الله، مع السلامة، سايونارا.